على الراديو، راديو دقمة 3.10. مساء الخير والبركة لكل مستمعين راديو دوجما في كل مكان. النهاردة في 5 لو سمحت هنناقش موضوع شاغل بال كتير مننا. هنتكلم عن الإحباط. بيعدي علينا فترات كتير في حياتنا بنمر فيها بإحباط ويأس شديد. في اللي محبط في شغله أو اللي محبط في دراسته أو خدمته، أو يمكن فينا اللي محبط من نفسه وبيقول مفيش فايدة. لو انت جوه دايرة الإحباط دي فخليك معانا 5 لو سمحت. أنا كل حياتي متلخبطة متخبطة، كل المشاعر محبطة، مخنوقة الأحلام جوايا وعمالة تموت، خطوات رجليا متنطورة متأخرة، أنا ماشي بس ماشي لورا، نفسي أصرخ من يأسي لكن مش طالع صوت. لو انت محبوس جوه دايرة من الإحباط ومحاوطك روح اليأس من حالك، فأنا جاي أطمنك وأقولك مع يوحنا ذهبي الفم ستعود بقوة أعظم. بس اخرج بره الدايرة دي، الدايرة اللي بترجعك خطوات كتير لورا. تعالوا نفتكر مع بعض كده قصة نحمية لما راح يبني سور أورشليم، سور متدمر محروق، ونحمية كان عايز يبني السور ده بشعب محبط محاصر. يعني بحساباتنا كده وبالورقة والقلم ما ينفعش، بس الحقيقة نحمية كان عنده حسابات تانية. كان عنده مبدأ تاني في الحياة، إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد ونقوم ونبني. وفعلا راح نحمية وشجع الشعب وبدأوا يبنوا السور. وطبعا وهم بيبنوا السور كان في عواقب كتير جدا ومحاولات أكتر لإحباطهم ولهدم السور. بس نحمية ما استسلمش، بالعكس ده مع كل دايرة إحباط كان بيتعرض لها هو وشعبه كان بيقف يصرخ لربنا ويقول له يا إلهي فالآن شدد يدي. والصلاة دي كان ليها مفعول عظيم. قدر نحمية هو والشعب يبنوا السور ويعمل المستحيل في أصعب الظروف. انتم كمان بنعمة ربنا تقدروا. اكسروا دايرة الإحباط وتعالوا كلنا نصلي مع نحمية ونقول يا إلهي شدد يدي. سلام، وإله السلام ينزع منا كل روح فشل وإحباط. هيستجيب وعمره ما يسيبك ويغيب، اصبر وهيفرح قلبك، املك في ربنا مش هيخيب، وبالصلاة هيوهبك في الدقيقة نجاة، هو اللي جنبك طول عمرك، ولما بتعوزه هتلاقيه